الروابط الاجتماعية الذين وقفوا وقفة قوية، كل المؤسسات الإعلامية المختلفة المباشرة وغير مباشرة، وكل الآليات الإلكترونية بما فيهم بشباب الذين قاموا بقوات ما يسمى في شباب يوقع لنا في داخل الزنازير، قالوا عندك قوات داخل اللي هو قوات انترنت، ونحييهم برضو قواتنا قوات انترنت. وبعد ذلك الناس تتكلمت كثير في الدولة السودانية قضايا كثيرة، والدولة قاعدة تعاني بالتفوق الاجتماعي والانهيار الاقتصادي والتمزق الجغرافي، حاجات كثيرة جدا. ولكن نحن ذات ما فرحانين نجي نتكلم باسم دارفور، ممكن نجي نتكلم باسم الدولة السودانية كلها ونحن كناس في الدولة السودانية، لكن في ظروف موضوعية خلانا احنا نجي نتكلم باسم دارفور. وبعد ذلك في سؤال كبير، في زول بيجي بيقول لك حصل لك شنو في تعذيب، وفي زول قال لك انت كبدوك شنو. بعد ذلك احنا حتى نحاول نحلل ونجاوب الأسئلة التعذيب وقبل اللجنة. وبعد ذلك احنا كان نازل بيسألوا على أساس أنا إجرامي كبير مجرم في داخل السجن ده بيسمونه كلباش، أنا المسجون الوحيد كان عندي كلباش كلني. وبعد ذلك في ناس يتكلم بيسألوا سجنوك لجنة، والجهاز الأمن كان بيسأل أنه أنت قبل شهرين مشيت اجتماعات هم ما دايرين تحرك لأجل وحدة، قال أنت جماعة رابطة الجزيرة بموضوع مشروع الجزيرة ورابطة المنازير وقعدت مع طلاب دارفور ودارين تكتب مذكرة وتطلع الشارع من ضد النظام وكلام ده. يعني عشان كده احنا جبناك سجن. وثاني انت سبب قتل جامعة الخرطوم وقضايا كثيرة حاجات كثيرة كان قالوا انت مسبب عشان كده قطعنا لك الغلاف. بعد ذلك انا قلت الدولة قالوا انت جهاز الامني من المفترض الجهاز الامني المستقل يجمع المعلومات ويحلل، بعد ذلك تيجي تقدم ورقة لقانون، انا بتقدم لقانون، بعد ذلك محكمة تحكم مني باصول القانونية والتشريعية. ده المهم بتاع جهاز الخرطوم، هذا جهاز الامني. ولكن جهاز الامني كان سلوك متخلف جدا، وكان انا متحرك مع زملائي في داخل المركبة العامة وطالب من جامعة الخرطوم، وهاجموا علي كمية من الشباب راكبين بوكسي وحاملين كلاشنكوف، وكان يعني هذه الطريقة كده متخلفة جدا. لما ودوني هناك بيتكلموا عن بيكبروا وبحللوا واتفرقنا وقبضنا، يعني كلام غريب جدا. انا ذات حسيت نسينا الناس جايبيني من الغابة ولا انا جاي خرطوم هنا ولو قاعد ولا كله، يعني قال انتصرنا انتصار كبير وقبضنا المجرم جده وداخل الداخليات وده يتخرج ما دار يمشي وقاعد يفكك الطلبة وبحاجب قبل جاء خرطوم وداخليات. يا اخي يعني كلام عجيب، كلام دقيق، يعني ما ممكن دول هذا الامن يتكلم كلام زي. بعد ذلك تلانا بدأ في ناس يتكلموا عن العنصرية، يتكلموا حاجات كثيرة، نحن ممكن نتكلم زمن ما بس من العنصرية. يعني في جريدة انتباه في دول بكتب شيء بقول لك شيء خوف امسح ما اعرف امسح يا بوتانا امسح الربطانة وانت الخارج ما بصور الكلب وانت الدعين ما ضل عين وقالت الا شيء. يعني دول ما يكتبوا حاجات، يعني دول شخصية قوية ما يسمى على الرئيس السيد مصطفى، يعني بكتب حاجات زي يعني دول زي ده يعني مرحلة قادمة بقول دول ده ما ممكن حتى بعد يروح ينفتح بعد يومين بكون هنا عنوانا بارس هو دافور والتفكيك الاجتماعي وحاجات كثيرة ده. بعد في تحديدات يا اخواننا في بعد اخيرا وشيت بحيرات دافور في الحكومة بعد تقويم مباشرة في وزير الأمن وصل المسار وذهبوا إلى منزلي أنا لو ترضي أنا لو قلت ده هزار خشن في الجامعات كيف ما يرجع يعني يتكلموا كلام عجيب ولا ده هزار خشن وده خليه وقت بعد يتخرج ونحن نفاهم تشتغل ونشوفه شو كلام الطاهي يخلينا قاعدين كلام عجيب. أنا استغربت وأنا ذات الطريقة كم في قرية طريقة مختلفة جدا. يعني في ناس قالوا خلاص عملوا اجراءات ووقعوا ثاني ما تعملوا ناس توقيات كثيره كده
بعد ذاك في عربية جيش عني متحرك مشيت لقيت نفسي نزلت في البيت، أنا قاعد مع أمنية لقيته بيقول بيت الوزير وما أعرف حاجات المتخلفة زول ولدكم قريبكم حاجات التقليدية القديمة يا ابني وما أعرف هذا حاجات كثيرة جدا. بعد ذاك الناس قاعد يتحركوا يومين قبل يوصلوا فيه ويقولوا له ولد وما أعرف كيف بقت حيلمانة يعني بيقول لهم شغل ذاتي عديد يعني واحد قاعد أمني ويقول له ولدكم ذاتي كده. ده حاجة الحاصل يومين ده اللي هو يعني في ناس اتصالات في ناس أنا ما بعرفهم ناس قيادية في موضوع وطني ويومين يتصل عليه على أساس أنه أنت عامل زحمة في الخرطوم شيء مصلحتك يا ولدنا يعني يا أخي ناس لسه يعني ناس لسه بفكروا تفكير يعني بدائي جدا يعني زول بفكر يعني أنت خلي موضوع بتاع الدولة السودانية يعني امشي خلي موضوع بتاع دارفور بعدين يتحرك تعال اللي هي منطقة الانكفاء الذاتي تدريجيا إلى حين أنا أجي لإخراجهم أبدأ حاجات البسيطة وبرنولي فيها وكنا الأول يعني ده أنا إذا كان أنا رسالتي لوزير الأمن إذا كان أنا بقبل بالموضوع ده كان 3 يوم الخامس ممكن أنا أطلع نتيجة لكن بيجي مشوع ما بيجي بتركني بيجي مشوع تشويه ده ما خارج لكن تشويه الإقناعات الفكرية كان ممكن أطلع النتيجة اليوم الخامس يعني بالنسبة لحاجات الإغراءات يعني تأكدنا أنه ناس بتغلب ذاته على الاشتغال أنا بيجي بطرحوا لهم حاجات كثيرة جدا إذا كان أنا يعني أي زول في مرحلة يعني مرحلة هسه احنا قاعدين ده يعني بيجي بغروب في وسائل كثيرة في إرهاب وبعدها أخيرا الآن في تحديدات أنا جيت نقدر التهديدات وناس تركز أنا وقعتها توقيع على أساس بعد 27 يوم بس خارج من الخرطوم إذا كان جدا دارفورية ده حاجة قانونية ممكن شباب ديل بعرفونا بالدليل وقرروا يقروا قانون واحد القاضي قالوا أنا أخلي الخرطوم بعد 27 يوم ليه أنا أخلي البلد؟ قال لي يا تمشي من دارفور بعدين خرجت يا كده ده تحديد ونحن نمتلك الأرباط معمنا ممكن نضربه بهذه الظروف وما أعرف ممكن يضربه كلام كثير بل أن نخلق لك مشكلة اجتماعية مع دارفور ونخلق لك مشكلة نفسية وضغوطات وحاجات كثير يعني ممكن الناس كلهم بحسبهم ونحن نمتلك حاجات كثيرة ممكن ننشرها وما أعرف ليه يعني بهذا الأمر يعني إنه مقدرة بعاليات كثيرة ممكن لكن بعد برضه ما لا ننكسر ولا ننحني لا ننتظر ولا ننحني على إمام الطغاة. كل من أراد يفعل شيء يفضل يعني أنا أكون مستوى 20 يوم ممكن زمانه كله هو في الخرطوم يمكن قاعد إذا زمني اللي يفعل ما يشاء ويعني مفتوح يعني أنا ولا أتحرك بشكل جمالي ممكن بتحرك على فرقي ممكن يعمل أي حاجة تفضل ممكن نموت ممكن أي حاجة ولا يهمها كثيرا ولا يهمها ده شيء انتهى بعد يعني الناس يتحركوا حاجات كثيرة ممكن بطنة وضروبات يعني في